السلام عليكم. تصدقوا ان انا اول مره اجرب الكشري المصري كانت من كام شهر بس؟ ايه ده، انتي مش مصريه؟ لا مصريه، ولكن عمري ما تخيلت ان انا هدوق مثلا شويه مكرونه بشويه رز بشويه صلصه وهيكون طعمهم حلو. فجربت والحقيقه ان انا انبهرت بالطعم جدا وغيرت فكرتي 180 درجه. لما جربته بقى قلت لازم اطلعه في البيت بنفس الطعم اللي انا دقت بيه كشري في المحل، وقد كان. واللي اثبت لي ده اني لما بابا ده اول طبق كشري من ايدي قال لي جمله مش هنساها ابدا، قال لي هو في لذه كده في الدنيا. فتعالوا بقى نشوف كل مكون ايه التركية اللي فيه اللي تطلعه زي المحل بالظبط. اول حاجه بالنسبه للحمص، احنا هنا بنجيب الحمص شام طبعا صغير في الحجم، وبنقعه من 8 ل 10 ساعات مع تغيير الميه، وده كده شكله بعد النقع. وبعدين ببتدي ان انا اخده في ميه جديده واسلقه. هنا السلق بيكون يعني لمجرد ان انت لما تدوسي عليها هي مستويه ولكن ماسكه نفسها، ده مهم جدا. كده نبقى تمام بالنسبه للحمص. اول حاجه بقى بعد الحمص هبدا بيها هي البصل، لان احنا هنحتاج الزيت بتاعه خلال الوصفه. وعلى فكره ممكن تعمليه كمان قبلها بيوم، وكمان الصوصات بحيث انك تخففي على نفسك، لان طبعا الكشري مكوناته كتير. هنا التقطيعه بتكون ان انا الاول بقسم البصلايه بتاعتي على 2، وبنقطعه جوليان باستخدام المبشره اللي شكلها عامل كده، بتطلعهولك بيرفكت. انا جربت ان انا اعمله بالنشا واقليه، وجربت ان انا اعمله من غير واقليه، واللي طلع بالظبط زي المحل شكلا وطعما ان حضرتك بس تبشريه البشرايه دي اللي هي الجوليان دي بالرفع ده كده، هتطلعهولك بالظبط زي المحل. هبتدي بقى ان انا انزل بزيت غزير في الحله بتاعتي. وطبعا الزيت ليه غزير؟ عشان احنا هنستخدم الزيت ده في كل الخطوات اللي جايه. الحاجه اللي احنا بنعملها دلوقتي دي مش من ضمن مكونات الكشري، ولكن هي تعتبر من المقبلات او المقرمشات. اي حد بيحب يقرمش هيحبها جدا، اللي هي ايه؟ اللي هي العيش المقلي، وكمان بتتقدم مع الكبده. مجرد بس بنجيب عيش شامي وبنقطعه لتقطيعات كده زي المثلثات او المستطيلات، وهسيبه شويه صغيرين بس اقلبه على الناحيتين لغايه لما ياخد اللون الذهبي الجميل ده، وهطلعه على ورق مطبخ او مناديل مطبخ، وهنبهره بشويه ملح وشويه كمون. بصراحه انا بحبه جدا طعمه في منتهى الجمال. بعد كده هنبتدي ننزل بالبصل بتاعنا، وخدي بالك وحضرتك بتحطيه بتفرفطي كده البصل من بعضه او بتفرفريه بحيث ان هو ما يبقاش لازق في بعض. في الاول مش هنحتاج ابدا ان احنا نقلبه، لان هو لسه بيكون طري، محتاج ان هو ينزل الميه بتاعته وبعدين يبتدي يتحمر. خدي بالك لما تيجي تطلعيه من الزيت يكون يعني لونه مش غامق قوي، لان احنا لما هنسيبه شويه عقبال ما يبرد هيغمق سنه، فيعني حاولي ما تزوديش عن الشكل ده كده. هطلعه برده على مناديل مطبخ، وهبتدي اول لما يطلع اعمل الحركه دي. ممكن تعمليها بقى بايدك زي كده بشوكه باي حاجه، المهم ان احنا نفرفره من بعض عشان ما يقفش كده في بعض. هتلاحظي حاجه ان هو اول لما يطلع هيكون طري، ما تقلقيش ابدا، سيبيه مكانه لغايه لما تلاقي ان هو برد تماما، هتلاقي القوام بقى بيرفكت. تعالوا بقى كده نسمع الصوت، شايفين كده؟ عايزه اقول لكم بيفضل بالايام بالمنظر ده طالما مفيش عليه اي صوص ولا اي حاجه. كده بيبقى فاضل فقط ان احنا الورد الجميل ده بقى نبهره بشويه ايه؟ شويه ملح وشويه كمون. اول بقى ما الزيت بتاعي يهدى هبتدي ان انا اصفيه عشان اشيل منه اي شوائب نازله من البصل. وطبعا الزيت ده بقى اللي احنا هيكون نجم حفلتنا في كل الخطوات اللي جايه. العدس بجبه او العدس اللي هو لونه بني، مجرد ان انا هغسله وبعدين هبتدي ان انا انقعه ربع ساعه فقط. طيب عشان بقى يطلع العدس لوحده كده بوحدتها وما يفتحش مننا، مجرد ان انا هتخلص من ميه النقع وهاخده في حله على النار وهحط عليه شويه ميه صغيرين. يعني انا هنا ما زودتش عن مثلا نص كوبايه الا معلقه كبيره، المهم يعني منسوب الميه بتاعك ما يزيدش عن كده. ومجرد ان هي تسيبيه يشرب الميه بتاعته دي يبقى كده تمام، هو كده استوى وبقى جميل. بصوا شايفين شكله عامل ازاي؟ لو دوسنا بقى عليه هتلاقيه مستوي بس في نفس الوقت ماسك نفسه، وده اللي احنا عايزين نوصل له في العدس. هسيبه بقى يهدى كده ويبرد، وبعدين هبتدي ان انا احط عليه معلقه صغيره من النشا عشان لو في اي ميه زياده يمتصها ويخليه مفرفر اكتر، وبعدين معلقتين صغيرين من زيت البصل عشان طبعا يدي النكهه الجميله ويخليه كده بيلمع وشكله زي بتاع بره بالظبط. كده يبقى كمان خلصنا العدس. ودلوقتي هنسلق المكرونه بتاعتنا. طبعا طريقه السلق عاديه جدا، ان احنا بنجيب ميه وببتدي ان انا احط فيها معلقه كبيره من الملح، بسيب الميه دي تغلي كويس قوي، وبستخدم هنا نوعين من المكرونه، اللي هي المرمريه اللي هي الصغيره دي، وحبه اسباجيتي عشان برضو يطلع زي بتاع المحل اللي انا اكلت عنده. بس اهم حاجه هنا هنقطع الاسباجيتي على 3
قطع يعني، بحيث ان احنا عارفين ان الكشري بيتاكل بالمعلقه، فمش هينفع ان هي تبقى طويله قوي. وهسيبها تتسلق، وهسيبها اقل من الطبيعي 5 دقائق عشان يطلع فيها ندغه كده. وبعدين بعد لما تتسلق هاخدها في حله على النار، وطبعا بزيت البصل، وهبتدي ان انا اقلب المكرونه بتاعتي ده عشان تاخد نكهه البصل بتاعه. وكده يبقى كمان خلصنا المكرونه. ندخل بقى على الرز. هجيب حله على النار، وهبتدي ان انا احط فيها 6 معالق كبيره من زيت البصل برضو، او زيت قلي البصل. وهبتدي ان انا انزل الاول بالشعريه، وهحمر الشعريه دي كويس قوي، وكمان يعني اوصل باللون بتاعها لاكتر من اللون الطبيعي لما بنيجي نعمل رز بالشعريه. وبعد كده هننزل بالرز طبعا المصري المغسول، وهقلب ده كله. بحب احط لكل كوبايه من الرز معلقه صغيره من الملح. طبعا الملح دايما هيكون حسب الذوق، يعني حبه تقللي حبه تزودي، حاجه ارجع عليكي تماما. هنقلب بقى ده كله مع بعضه كويس قوي. بعد كده هبتدي ان انا ازود الميه بتاعتي، وانا هنا بحب اقلل الميه عن الرز الطبيعي، بحيث ان انا ابقى شايفه حبات الرز كده من فوق، عشان خاطر الرز بتاعي يطلع مفرفر كده وجميل. طبعا زي اي رز برضو هنبتدي ان احنا نسيبه لغايه لما الميه تغلي ويتشرب، وبعدين ههدي النار خالص لغايه لما يستوي ويبقى بالجمال ده. وكده خلصنا كمان الرز. هندخل بقى على الدقات بقى بتاعه الكشري اللي هي بتدي طعم المميز. اول واحده واللي لازم نبدا بيها عشان هنستخدمها في الاثنين التانيين الدقه البيضة، وهي سهلة جدا. مية مغلية، خل، ثوم مفروم، والبهارات بتاعتي اللي هي كزبرة وكمون وملح، وكمان عصير ليمونة كبيرة. مجرد ان انا بقلب كل دوا مع بعضه، وكده بتبقى الدقة البيضة بتاعتي جاهزة. الصلصة بقى الحمراء اللي هي اصلا يعني اساس الكشري، اللي هي لازم كده مع كل معلقة كشري نحط حبة عشان يديها الطعم المميز. ببتدي ان انا انزل بزيت البصل، وبعدين بالثوم المفروم ناعم. وهنا مش الغرض ان انا يعني احمر الثوم، لا، انا بس عايزاه يعني يسخن كده مع الزيت. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الصلصة دي عشان بس تدي اللون الاحمر كده الحلو الصلصة بتاعتنا. هنا بقى ممكن استخدم اما حضرتك تكوني مسبكة كده الصلصة بتاعتك من قبل كده، او ممكن تستخدمي عادي طماطم مضروبة، يعني دي او دي هينفع. انا هنا استخدمت صلصة مسبكة قبل كده، فاخدت كده الكمية المذكورة في اول الفيديو، وهبتدي ان انا اقلبهم مع بعض. هنبهر بقى بايه؟ بكزبرة ناشفة، بكمون، بملح، بفلفل اسود، وبمعلقة سكر صغيرة. وهبتدي ان انا اقلب كل دوا مع بعضه، عشان انا مستخدمه صلصه متسبكه قبل كده، فحسيت ان هي اتقل من القوام اللي انا شفته في المحل او جربته في المحل. فعملت ايه؟ زودت شويه ميه بحيث ان هو يوصل للقوام المطلوب. وطبعا هسيبهم لغايه لما يغلوا كده غلوه كويسه، وبعدين كده تبقى الصلصه بتاعتنا جاهزه. الصلصه بقى الحراقه طبعا لازم قبل ما تبداي في الخطوه دي تلبسي كمامه، ده لازم. وبعدين هنبتدي ان احنا ننزل بزيت قلي البصل، وعليه معلقه كبيره من الشطه. مهم جدا هنا جدا 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 يعني ان الزيت يكون بارد، عشان خاطر الشطه بتاعتي ما تتحرقش وتديني طعم يعني مش محبب اطلاقا. اول ما تشمي ريحه الشطه، طب انا هشمها ازاي وانا لابسه كمامه؟ لا، ما تقلقيش، هي نفاذه جدا لدرجه انك هتشميها حتى وانت لابسه كمامه. فاول ما تلقطي كده الريحه، انزلي بقى بشويه من الصلصه بتاعتنا اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، اللي هي مش حرقه. وبعدين هنظبط القوام بتاعها عن طريق الدقه البيضه. فانا هنا زودت شويه، وبعدين حسيت ان القوام بتاعها لا لسه مش خفيف زي ما انا عاوزه، فزودت اكتر. وبعد كده هبتدي ان انا ابهرها بالكزبره والكمون والملح. يعتبر البهارات دي يعني هي اللي ثابته معايا من اول ما بدانا الطريق. وطبعا هسيبهم بقى يغلوا مع بعض كده غلوه حلوه، وبعدين هشيلهم من على النار يبردوا شويه ويهدوا. هبتدي بقى ان انا اعمل كده زي المحلات، اخدهم احطهم في ايه؟ في ازايز اللي هي الدقه البيضه، وكمان اللي هي الحراقه، عشان احس كده بجو المحل بس في البيت. وبعدين هبتدي، والتانية حطيتها في سوسيرة، يعني بالظبط زي ما انا شفت هناك. على فكرة انا كنت ضايقاه من محل اسمه على السخن، فده كده بالظبط اللي انا اكلته هناك. كده كل مكوناتنا بقت جاهزة. يلا بقى بينا نعمل ألذ واحلى طبق كشري هناكله في حياتنا. احلى حاجة في الكشري اللي احنا بنعمله في البيت ان احنا ممكن يعني نتحكم في كل مكون احنا عاوزينه. يعني ممكن حد مثلا بيحب الرز اقل، بيحب الرز اكتر، بيحب المكرونة اقل، وهكذا يعني. فهنتحكم في الكميات. انا هنا طبعا حطيت شوية رز، وبعدين شويه مكرونه، شويه عدس بجبه، وبعدين هبتدي ان انا احط الحمص. طبعا الحمص بيتحط فوق، بس انا يعني عشان يبقى شكل الطبق حلو حطيت الاول في الجنب كده داير ما يدور، وبعدين هحط برده شويه من فوق. طبعا الورد، انا هقول لكم على حاجه غريبه جدا، انا ما بحبش اصلا البصل في يعني في العموم في الاكل، ما بحبش طعمه اطلاقا، ولا بحب يعني شكله في الاكل. بس البصل ده سبحان الله حبيته يعني، وطعمه حلو قوي. طبعا بقى الصلصه الاول اللي هي مش حراقه، وبعدين الدقه ما حبيتهاش قوي، فعشان كده حطيت
حطيت منها كميه قليله، لكن طبعا ذوق حضرتك هو اللي هيفوز. وطبعا بقى الشطه او اللي هي الحراقه دي بتدي طعم خرافي، بس عايزه قولون جامد، وشويه بقى عيش من اللي احنا قليناه طعمه خطير. في احلى من كده طبق كشري؟ مين عايز يدوق؟ انا عن نفسي عايزه ادخل في الفيديو وادوق.